السلام عليكم. ريال مدريد طباخ السم الذي أذاق الريمونتادا لكل فرق أوروبا، ها هو الآن يتجرع سم القاتل ويشرب من ذات الكأس التي سقاها لكثير من عمالقة أوروبا في ليلة مثيرة وكلاسيكو مليء بالمتعة والإثارة والتنافس والندية. انتهى بفوز برشلونة ب3 أهداف لهدفين وتتويجه بكأس ملك إسبانيا، وهيك بنكون خلاص رسميا استوينا على الآتي. ريال مدريد هذا الموسم بيكون فاز ببطولتين مكملتين للموسم الماضي، كأس السوبر الأوروبي وكأس القارات هنا في قطر. وبلقاء الأمس في نهائي الكأس يكون برشلونة فاز بكأس واحد منهم مكمل للموسم الماضي، والكلام هنا عن كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية وكان على حساب ريال مدريد. والبطولة الثانية كانت بالأمس نهائي كأس ملك إسباني في بطولة موسمية الآن حالية آنية، ما يجعلها أقوى من كل الألقاب اللي فاز فيها ريال مدريد، وبرضه كانت على حساب ريال مدريد. لقبين بلقبين حتى الآن، ولكن يبقى في الملعب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. يا اخوان لقاء الامس ما كان مباراة كرة قدم، انا اسف، ما كان كلاسيكو عادي ابدا، كانت حرب اهلية اسبانية انتصر فيها الاقليم المتمرد برشلونة على نادي العاصمة الملكي ريال مدريد. الحرب بدأت من يوم الجمعة، ريال مدريد احتج ولوح بفكرة انه ما راح يلعب المباراة احتجاجا على طاقم التحكيم، ثم هاجمت قناة المدريد طاقم التحكيم، عندها خرج حكم بمؤتمر صحفي وحكى انه ابنه لما يروح على المدرسة اصدقائه بيحكوا له ابوك لص. ما توقفت الامور هنا، شجار بين جماهير الفريقين قبل اللقاء، تم القبض على 5 مشجعين، واحد من مشجعي برشلونة كسر منخار يعني انف احد مشجعي ريال مدريد. مش بس هيك، لابورتا نفسه كان مع الجماهير واحتفل معهم، كل هذا قبل اللقاء يا اخوان. المباراة نفسها كانت حرب ضروس، بل امتدت الحرب لما بعد المباراة، حيث طرد 3 من لاعبي ريال مدريد، بيلينغهام وفاسكيز وروديجير. طب شو سبب كل هذا؟ انه الصراع الازلي بين الغريمين برشلونة وريال مدريد. اضف الى ذلك ظروف المباراة، انشيلوتي المهدد بالاقالة والمطالب بالثأر من هزيمتي الدوري والكأس، فليك الذي يسعى لتأكيد تفوقه على ريال مدريد صار ضاربهم 3 مرات هذا الموسم، الله أكبر. ولكن في النهاية قدم لنا الغريمان وجبة كروية دسمة ممتعة ما شفناها من زمن رونالدو وميسي، والمستفيد الأول هو أنت عزيزي المشاهد الجبار اللي بتشوفني الآن. أنا متأكد أنك استمتعت بالمباراة، حتى لو كنت مثلي لا تشجع أي فريق من الفريقين، جالس على الحياد، ولكن أستمتع بكرة قدم عصرية متطورة ممتعة للعين البشرية. والآن راح تستمتع معي كمان مرة بهاي الحلقة الاستثنائية التي تليق بك. يلا الآن اسلخ لايك جبار واشترك معنا في القناة في رحلة ايش يا عزيزي؟ 10 مليون خذناها والدرع الماسي وصل، شو يا اخوي؟ 50 مليون يا عفو الله، عزيزي بده 50 مليون. اوعى تحكي 20 مليون. 50 مليون يلا يا اخوان، احنا هيك صرنا اقوى قناة في العالم كرة قدم. شو ورانا؟ مش حنعيش ل 2070؟ ل 2070 انا مواليد 90 بالله يعني بدك تعيشني ل 80 عام. كل الأحوال اليوم يا أخوان راح تاخذوا تحليل، تقاريري الخاصة، أحكامي، إشادتي ببعض اللاعبين وجلد ناس آخرين. تعالوا ناخذ مباراة على محطات. نبدأ بالشوط الأول. برشلونة بدأ الشوط الأول باكتساح لريال مدريد، أكلوهم أكل. ريال مدريد ما سدد أي تسديدة على مرمى تشيزني، في المقابل برشلونة سدد 4 تسديدات على مرمى كورتوا. لاعيبة ريال مدريد كانوا تائهين في الملعب، واقفين بس بيشاهدوا لاعبي برشلونة وهم بتبادلوا الكرات في منطقة ريال مدريد. لا أنا ما بقول في نص ملعب الريال، بل في آخر 30 متر من مرمى كورتوا. برشلونة مارس ضغط رهيب على ريال مدريد، وكانوا يضغطوا بأكثر من لاعب على حامل الكرة. طب مع هذا الضغط الشديد ماذا فعل ريال مدريد؟ قابل ذلك بلعب كرات طويلة لا تسمن ولا تغني من جوع، تشتيت عشوائي للكرة عشان توصل الكرة لمناطق برشلونة، وهذه أنا بسميها دائما خطة من لا خطة له. وإذا حاول لاعبين مدريد انهم يمسكوا الكرة سرعان ما يفقدوها. أضف إلى ذلك إصابة مندي في أول 10 دقائق ونزول فران غارسيا. برشلونة قدم شوط ممتاز وتوج هذا التميز بهدف خيالي من بيدري، هدف كل ما فيه جميل، بداية من قطع كوبارسي لتمريرة بيلينغهام اللي كانت راح تحط فينيسيوس انفراد مع الحارس، تدخل كوبارسي خرافي منع هدف ريال مدريد وحول هدف لفريقه. ومن كوبارسي لبيدري، وبيدري لعب كرة طويلة على طريقة ستيفن جيرارد وتشابي الونزو هناك لليمين يامال على الزاوية. لامين يامال استلم، انتظر، وقف على كرته، عينه على كرته نعم، ولكن في نفس الوقت يراقب كالرادار مين من زملائه قادم في تلك النقطة بالتحديد الفارغة من لاعبي ريال مدريد. وهذا ما كان عندما جاء بيدري الذي بدأ الهجمة. تقدم بيدري نحو منطقة الجزاء، لامين يامال قدم له الكرة على طبق من ذهب، بيدري اعطانا فينش خرافي يا اخوان، تسديده بوم في شباك كورتوا. ترى بيدري مش مسدد قوي، تسديداته مش عنيفه ولكنها مركزه محكمه. يؤخذ على برشلونه في هذا الشوط الاول انه ما سجل اكثر من هدف لما كان افضل بكثير من ريال مدريد المتهالك، وهذا درس في عالم كره القدم كان ممكن برشلونه ياكله. لما تكون افضل احسم، اضرب، اقتل، خاصه مع فريق زي ريال مدريد. يا ما قلنا ريال مدريد اقتله وتاكد انك قتلته، والا ورب الكعب ممكن يقلب عليك الطاوله، وهذا ما حصل في الشوط الثاني. في الشوط الثاني انقلبت الامور راسا على عقب، انشيلوتي استغنى عن رودريجو الضعيف جدا اللي كان هو والعدم سواء، ونزل امبابي، واحدة من اقوى نسخ امبابي على الاطلاق، تشابه الى حد كبير نسخة كأس العالم قطر 2022 اللي كانت امام ناظري. وبعدها بشوي نزل اردا جولر ومودريتش وسحب سيبايوس وفاسكيز، وغير الخطة من 4-4-2 خطة الدايموند الى 4-2-3-1. بدي
بدي اشرح لكم اياها منيح، لانه يبدو انه هاي هي افضل رسم تكتيكي لريال مدريد هذا الموسم. كورتوا في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع، لاعبي ارتكاز كانوا في هذا الوقت هم تشواميني ومودريتش. ممكن تستغني عن مودريتش باي لاعب، بس لاعب اثنين في الوسط ارتكاز، وامامهم خط من 3 لاعبين بيلعبوا تحت راس الحربه. على اليمين اردا جولر، على اليسار فينيسيوس جونيور، بيلينغهام تحت مبابي راس الحربه. رسم خططي جميل جدا ابدع فيه الريال ايما ابداع. اكتسح برشلونه، مارس ريال مدريد على برشلونه ما فعل فيه برشلونه في الشوط الاول. ضغط برشلونه في مناطقه، برشلونه لا يقوى على الخروج بالكره، ضغط مخيف على حامل الكره، اخطاء كبيره من لاعبي برشلونه في التمرير، سرعه عاليه من ريال مدريد وقرارات رائعه، وصول كثير ومتكرر لمرمى تشيزني بالمرصاد. بس الى متى سيصمد؟ ريال مدريد صار عنده كثافه في وسط الميدان، سيطر تماما على الشوط الثاني. تبديلات انشيلوتي اتت اكلها سريعا، شاطر انشيلوتي، هاي تبديلات تنحسب له. امبابي سجل هدف رائع من كره ثابته هو اللي تسبب فيها، وهون صار في كلام هل يطرد اللاعب المدافع ولا لا يطرد، لانه في مدافعين وراه. انا برايي لا يطرد، لانه ما كان لسه انفراد صريح. نعم المرمى كان مشرع امامه، ولكن هدف ما كان مضمون. وطالما حكينا عن الحالات المشكوكه فهاي فيها شك طرد، بس بنفس الوقت في شك بركله جزاء لكوبارسي في الشوط الاول. اما لمسه اليد على اسينسيو فهي ما فيها اي شيء، لانه ايده ثابته ومش مطلوب منه يعمل اي شيء اخر. البديل الرائع اردا جولر التركي اللي بلده صار فيها زلزال قبل يومين، عمل اسيست هدف ثاني لتشواميني من ركله ركنيه. ريال مدريد سجل هدفين من كرات ثابته على غير العاده هذا الموسم. على فكره كنت اقول لاصدقائي لما كانت النتيجه 1-0 وريال مدريد ضاغط، قلت لهم هدف سيغير كل شيء، اما يكون هدف ثاني لبرشلونه فيحسم الامر، او هدف لريال مدريد قطعا سيتبعه هدف ثاني، فكنت تقدم لعبه نفسيه معنويه، وهو ما حصل. 7 دقائق فقط ريال مدريد عدل فيها ثم تقدم، لانه نفسيه لاعبي برشلونه بتنهار تماما، انه بعد كل السيطره ما حسمنا، بيبدا الخوف يدخل لقلوب اللاعبين ويتغلغل في نفوسهم فيكون الانهيار. ولكن ريال مدريد ما استثمر هذا الامر، لقطه واحده فقط دمرت كل ذلك. البديل الناجح الرائع بارقامه الخارقه، تتذكر شو حكينا عنه في حلقه تقديم الكلاسيكو، فيران توريس يا اخوان، يستثمر خطا قاتل مشترك بين روديجر في التغطيه وخطا من كورتوا الذي خرج من مرماه، مما سهل الامر على فيران توريس. استلم كره رائعه من يمين يمال، راوغ كورتوا ووضع الكره في الشباك. ما دون ذلك كان ريال مدريد ممتاز في الشوط الثاني، ولكن هذا فتح المباراه على مصراعيها من جديد. يا عفو الله يا له من كلاسيكو خارق. بدي احكي عن بعض اللاعبين اسمحوا لي. بيلينغهام في رايي رغم انه خسر المباراه الا انه كان افضل لاعبي ريال مدريد في المباراه، كان يواجه خط وسط برشلونه لوحده تقريبا طوال المباراه، كسب 14 صراع بدني وهوائي، قام ب4 مراوغات صحيحه من اصل 4، اعترض الكره 4 مرات لم تتم مراوغته. فينيسيوس بصراحه قدم شوط اول طاعون، شوط ثاني ممتاز لا باس فيه، كان متحرك مقلق ولكنه كان اناني بشكل لا يطاق، في كثير من القرارات كانت انانيه وقراراته كانت خاطئه، وهي القرارات الخاطئه كانت من ابرز اسباب هزيمه الريال. سحبوا انشيلوتي ونزل مكانه ابراهيم دياز هو اللي تسبب في هدف برشلونه الثالث، لاعب واقف ينتظر تمريره مودريتش حتى تاتيه، سبقه كوندي وانطلق بالكره وسددها واهدى الفوز لفريقه، مع انه كوندي بالعاده ياخذوها مني، انا مركز عليه كثير مع منتخب فرنسا، قدمه على المرمى ضعيفه، ما عنده الجرأه ولا يجيد درب المرمى، بس فاجأنا جميعا حط كره صح في الحارس القوي كورتوا. فالفيردي كالعاده يا اخوان لا يقدم مباراه سيئه، في خط الوسط كان مميز، ولما رجع لمركز الظهير الايمن ادى بشكل جيد جدا. تشواميني كمان قدم مباراه رائعه منذ بدايه الشوط الثاني، الشوط الاول كان طاعون، اكلوه بالضغط العالي وسجل هدف التقدم لفريقه. بس في سؤال انا ما بعرف حتى الان ليش انشيلوتي دفع باندريك المهاجم بدلا من روديجر المدافع؟ تبديل برايي كان كارثي في الشوط الاضافي الثاني، اثر على ريال مدريد بالسلب، حرمهم من خدمات تشواميني الذي عاد لمركز قلب الدفاع بدلا من خط الوسط، وفي المقابل اندريك لم يحدث الفارق. كورتوا صحيح سبب في الهدف الثاني لبرشلونه، لكنه تصدى ل6 كرات 4 منها من داخل منطقه الجزاء. على الجانب الاخر جل لاعبي برشلونه قدموا مباراه جيده جدا باستثناء جيرارد مارتن الظهير الايسر بديل بالدي. لحظه ذكرت رافينيا كمان قدم واحده من أسوأ مبارياته، لو رافينيا كان بيومه لبرشلونه حسم المباراه مبكرا. رافينيا اجته اكثر من كره سددها بشكل سيء جدا، مارس هوايه الغطس لكي يحصل على ركله جزاء خدع فيها الحكم، لكن الفار كان له بالمرصاد واعطاه بطاقه صفراء مستحقه. بس لحظه، احقاقا للحق، وانا شخص اخوان بتعرفوا انا محايد، بس بحب احكي الحق حتى لو كان على حسابي انا، حتى لو زعلوا مني الجماهير. اتوقع انه فيران توريس كان له ركله جزاء في الدقيقه 95، يعني قبل لقطه رافينيا يمكن بدقيقه. كل الاعادات اثبتت انه روديجر لمس رجله، خاصه انه هو مش شايف روديجر اصلا عشان يمثل. ثم ما هي ركله الجزاء؟ هي ان تقوم باعاقه لاعب الخصم ومنعه من اتمام مهمته، وهذا ما حصل في هذه الكره. عدا عن ذلك فيران توريس لاعب كبير، بديل ذهبي، هو هداف البطوله برصيد 6 اهداف، وانا الجالس رجل المباراه بالمناسبه. ولا ننسى كمان انه كان صاحب هدف التاهل امام اتلتيكو مدريد. بيدري في هذه المباراه نعم سجل هدف خارق للعاده، لكنه خسر المعركه الثنائيه مع بيلينغهام اللي كان افضل منه الى حد ما. في لاعبين في برشلونه سرقوا عقلي وقلبابي، الكلام عن كوبارسي ومارتينيز، وخاصه انيجو مارتينيز، الاثنين كانوا ممتازين في قطع الكرات، ما بيتحمل اي واحد منهم الهدفين اللي اكلهم برشلونه من كرتين ثابتتين. كوبارسي منع انفرادين محققين امام فينيسيوس وكان سبب رئيس في هدف بيدري بقطعه للكره من البدايه زي ما حكينا. انيجو مارتينيز خارق، قاطع كرات جبار، لعب ممتاز كقلب دفاع، وحتى لما لعبوا ظهير يسار. انيجو مارتينيز وكوبارسي خذهم زي ما هم، ولعبهم اساسيين مع منتخب اسبانيا، ولقاء اسبانيا القادم مع منتخب فرنسا في شهر 6، بيننا مواجهه في نصف نهائي دوري الامم الاوروبيه. ومباراه الامس اعلنت التحدي، الهدف
الهدفين الاول والثاني لبرشلونه كانوا من لاعبين اسبان في منتخب اسبانيا، هدفين ريال مدريد كانوا من لاعبين فرنسيين في منتخب فرنسا، ثم جاءت الرصاصه القاتله من برشلونه في شباك مدريد عن طريق لاعب فرنسي اللي هو كوندي. 3 اهداف فرنسيه، هدفين اسبانيين في نهائي كاس ملك اسبانيا. افضل تقديم لقمه فرنسا واسبانيا في نصف نهائي دوري الامم الاوروبيه. هذا رايي الشخصي يا اخوان، انا هيك بشوف المباراه من منظوري الخاص، انا هيك. على سيره اللاعبين اللي بدعوا في المباراه، لامين يامال صنع هدفين من ال3 اهداف اللي سجلهم برشلونه. تشيزني تصدى ل5 كرات 4 منها داخل منطقه الجزاء. يا اخوان تشيزني اثره مخيف على برشلونه، يمكن لولا هذا الموسم لخسر برشلونه الكثير من المباريات. برشلونه احيا مسيرته فرد لهم المعروف بان وضعهم على منصات التتويج. كوندي ابدع، مش بس لانه سجل هدف الفوز، بل انه تصدى لكرتين عرضيتين قبل الهدف كان ممكن يسجل منهم ريال مدريد. كوندي لم تتم مراوغته رغم انه يواجه فينيسيوس واحد من افضل المراوغين في العالم ومن بعده ابراهيم دياز. كوندي يا اخوان لاعب مش مطلوب منه يسجل اهداف، فما قام به يعتبر كريدت له كمدافع، بيرفع تقييمه كثير. قرار كهذا في مباريات نهائيه او حاسمه لبطولات بيستحق منا كل احترام وتقدير وتحيه. طيب يا اخوان، انا بطبع محمد عدنان بتعرفوني انه انا شخص ما بحب كثير اتكلم عن التحكيم، لانه برايي الشخصي المؤمن فيه يقينا الحكام بشر، بيجتهد كل حكم انه يطلع هو وطاقمه باعلى تقييم، ان يشكر، انه ينحكى عنه كلام حلو، ان لا يحدث ضجه ولا جلبه. هذا هو الحكم الشاطر اللي قليلا ما يصفر، اللي قليلا ما ياخذ المباراه للقطات صعبه او توتر في الاجواء. هذا هو الحكم الشاطر. ما في ابدا الكلام الذي يقال عن صفقات تدار داخل غرف مغلقه، كلام فاضي وفارغ، بس لانه انسان قد يقع في اخطاء، وخاصه مباراه زي برشلونه وريال مدريد كلاسيكو يا اخوان، ضغط رهيب، العالم كله يتابع ويراقب، ممكن يغلط، ممكن يقدر غلط. لماذا جاء الفار؟ حتى ينقذ الحكم ان اخطا ان يعدل له. تمام، حكم مباراه الامس اجتهد، ولانه حكم مباراه انسان واضح انه تاثر بالحمله اللي شنتها عليه وسائل اعلام نادي ريال مدريد، فحاول بقدر الامكان ان يظهر بشخص الرجل غير المتحامل على ريال مدريد، وبسبب هذا الموضوع اجاد احيانا واخطا احيان اخرى، منها مثلا ركله الجزاء اللي تكلمنا عنها في الدقيقه 95 روديجر ضرب ساق فيران توريس، وهي الكره بصراحه لا تحتاج لفار اصلا. اما كره السلسله في الشوط الاول فالقانون بيقول انه اللاعب اذا كان في وضعيه السقوط واصطدمت الكره في ايده وهي في وضعها الطبيعي فلا تحتسب ركله جزاء. بس في لقطه كذلك مثيره للشك صارت بين كوبارسي وسيبايوس عند الركله الركنيه، كان فيها شد وجذب من كلا اللاعبين وكل واحد منهم شد قميص الاخر، ممكن تنحسب فاول على كوبارسي وممكن تنحسب ركله جزاء على سيبايوس. وفي كمان شك لقطه عرقله مبابي من قبل فرانك دي يونغ، هذا الخطا اللي جاء منه هدف التعادل لريال مدريد، كان ممكن اللاعب اللي اسقط مبابي يتم طرده، بس انا برايي ما فيها طرد لانه دي يونغ ما كان اخر لاعب، كان هناك مدافع اخر مغطي من الطرف. لقطات جدليه يؤخذ منها ويرد عليها، انسان في الاخر ممكن يغلط، اما انه متحامل على فريقك فهذه ترهات وكلام فاضي، ارجوكم ما تفكروا فيه على الاطلاق. المباراه اصلا صعبه متوتره وصعبه على اي حكم في العالم، كان الله في عون. على اي حال يا اخوان كانت مباراه ممتعه جدا زي ما توقعت انا شخصيا، انها مباراه كاس في منصه، في كاس رح يرفع بعدها، مش مباراه دوري وقف على 3 نقاط، لا سيعطي فيها الفريقين 100%، وكانت مباراه حلوه كثير نظرا لحال الفريقين. برشلونه تفوق في الشوط الاول، ريال مدريد تفوق في الشوط الثاني، تقاسم الفريقان السيطره في الاشواط الاضافيه بعد ما نال منهم الارهاق والتعب. فليك حقق بطولته الثانيه مع برشلونه هذا الموسم، ولا يزال عنده الدوري ودوري الابطال. الرجل لم يخسر اي نهائي في مسيرته، 7 نهائيات لعب فاز فيها كلها، وفاز على مدريد للمره الثالثه على التوالي. تنتظرنا قمه اخرى يوم 11/5 في الدوري، واحنا مستمتعين نشاهد مباريات كلاسيكو مدريد وبرشلونه اكثر من مره هذا الموسم. شو بدنا احلى من هيك؟ بعدين يا جمهور برشلونه مالنا، ترى كل توقعاتي لكم هذا الموسم صحيحه، قلت راح تتاهلوا في دوري الابطال من الدور الاول الى دوري ال16 بشكل مباشر وقد حصل، قلت راح تمروا من بينفيك في دوري ال16 وقد حصل، قلت راح تمروا من دورتموند وقد حصل، وقلت ستواجهوا الانتر وقد جاء الانتر، وقلت حتفوزوا في الدوري في اللقاء الاول وقد حصل، وفي الحلقه الاخيره قلنا راح تفوزوا في نهائي كاس ملك اسبانيا وقد حصل. ترى انا وجه الخير عليكم. جمهور مدريد احكوا لي في خلف التعليقات شو رايكم بطريقه انشيلوتي اللي كمل فيها المباراه في الشوط الثاني، الأربعة 2 3 1 انا شفتها منيحه، انتم شو رايكم؟ اما جمهور برشلونه اتظنوا انه ال 120 دقيقه اللي لعبتوها مع ريال مدريد قد تستنزف طاقتكم امام انتر ميلان؟ فتعونوا في خلف التعليقات. صورت ستوريات حلوه اثناء المباراه، اللي ما بشوف ستورياتي ويومياتي شو بسوي؟ هاي كل حساباتي الشخصيه تابعني من خلالها، وهي لغه التواصل الدائم بيني وبينكم. اللي ما عمل لايك للحلقه يعمل شو بينتظر؟ واشترك معنا في القناه فكون عضو من هذه العائله. اراكم على خير اصدقائي، سلام عليكم.